اهلا بيكم يا معلمين في برنامجكم ضيع واستقبل. طبعا انا وصديقي اندرو عارفيننا، اكيد شفتونا قبل كده يعني في فيديوهات كتير. بس النهارده حابين نرحب بالوجه الجديد معانا راجي. واتساب يا جي؟ واتساب جايز. واتساب، عامل ايه؟ زي الفل، انت عامل طبعا ايه؟ زي ما انتم شايفين راجي مجنون ريال مدريد، شجع ريال مدريد من زمان. مدريديست. بطولات. طبعا عندنا النهارده هنتكلم عن الكلاسيكو، هنتكلم عن ليفربول وارني سلوت، وهنتكلم على اعظم نادي في الكون واعظم لعيبه في الكون. تحبوا نبدا بايه؟ دوس في الله الاول. دوس في الله. ماشي. النهارده الاهلي كان بيلعب وتعادل 1-1 مع بتروجيت. هو الموضوع مش النهارده، مش في التعادل اصلا، الموضوع في ان انا عندي شويه لعيبه، مش لعيبه يعني، انا بلعب كوره وانتوا كلكم اكيد لعبتوا كوره، انا بتفرج عليهم. هم ما فهمش فرق عننا، ما فهمش فرق غير ان هم اجسام فت رياضيه، بيروحوا الجيم، اجسام بس صالحه انها تلعب كوره، لكن هم ما لهمش اي علاقه بالكوره. والموضوع عدى حدود مدرب، عدى حدود اداره، عدى حدود فلوس، عدى حاجات كتير. يعني ايه؟ انا مش مستني من مدرب يبقى في التريننج بدل ما بيعلم اللعيبه تاكتس وخطه، لا، مستنيه يعلمهم ازاي يباصي ويستلم. يا حبيبي انت لعيب دولي بتلعب في منتخب مصر، لا عارف تباصي ولا عارف تستلم. وده مش النهارده بس، ده مش النهارده بس. اللعيب المصري عقليته عقليه وسخه، عقليه وسخه. طول ما هو بياخد فلوسه ومرتاح وقاعد في بيته، العب كوره ليه واتعب نفسي واعرق ليه؟ ما انا باخد فلوس وكل اللي انا عايزه باخده، واطلع اعمل اعلانات ويلا يا صاحبي نخلص الماتش عشان اروح الساحل وعشان اروح احضر فرح. لكن العب كوره ماليش اي علاقه بالكوره اصلا. والكلام ده مش ماتش النهارده، انا بقالي سنتين بلعب كوره زي الخرا، والمفروض ان انا اكبر فريق في افريقيا، وباخد افريقيا، ومش باخد افريقيا عشان انا جامد، عشان كل اللي بيلعبوا معايا عبط، واولهم الزمالك واولهم بيراميدز، وكل الفرق دي مالهاش اي 30 لازمه. فانا عشان كده انا حاطط عليهم، بس انا كبلعب كوره انا ما جيتش. انا ما بلعبش اللعيبه دي ما بتلعبش غير في المحافل الدوليه الكبيره، كاس عالم، ده في اضاءه وفي مش عارف ناس شايفاني وملاعب وفلوس وميديا العب. لكن في الماتشات العاديه لا، انا ما العبش، مش هتاخد منه كوره بجنيه. الموضوع مش تعادل، الموضوع النهارده انا عندي واحد زي زيزو، انا واخده من الزمالك، والصفقات اللي هي كيد وايه خدناه من الزمالك، كل الكلام الحلو ده كلام جميل، بس بتعمل ايه في الملعب؟ ولا اي حاجه. زيزو مع الزمالك كورنرات واجوان، يجي معانا خلاص شاف العز، شاف الفلوس، العب ليه؟ خلاص ما انا خدت كل حاجه. كل اللعيبه دي قبل ما انا اشتريها كانوا بيلعب، وعندنا لعيب بيلعب، ما انتوا اكيد ما بتتابعوش كوره محليه، بس يعني انا اقول لكم والناس اكيد عارفاه، لعيب اسمه عمر كمال. عمر كمال ده كان بيلعب في فرقه اسمها فيوتشر، رايت باك، رايت باك، كان بيلعب في فرقه اسمها فيوتشر. الواد كان عليه رجل من نص الملعب يجيبها، يجيب جول شومه في المرمى وعرضيات تقول احنا جبناه، قلنا بس ده اللي هيقعد محمد هاني. جه فلوس يا باشا واعلانات، خلاص العب كوره ليه؟ بقى كل ما بيمسك الكوره الناس بتنزل له الريلز بتاعته وهو ماسك الكوره ويشغله في التراك ورا في الباك جراوند، انت معلمه. بس انا مش مقتنع بالرأي ده ان اللعيبه بتروح النادي الاهلي وبتشوف تقتنع ما الفلوس. تقتنعش، ده اللي انا شايفه وده اللي بيحصل بقاله سنتين. ما فيش لعيب اللي هو ده ايه الفلوس، يعني الفلوس مهمه، بس ده الواحد بيطلع عايز يلعب، عايز يقدم اداء حلو، عايز يكسب الماتش. ما فيش لعيب زي ما انت بتقول كده بيشوف الفلوس اللي هو خلاص بيريح. الكلام ده مختلف، الكلام ده مختلف في اي انديه في الدنيا كلها الا عندنا في مصر. انت بتشوف مع المنتخب لعيبه مش عارفه تباصي وتستلم، لعيبه مش عارفه تباصي، لعيبه بتاخد ملايين، ويجي كل سنه لما يجي يجدد عقده انا عايز 10 مليون، انا عايز 100 مليون. يا اخي كسر حقك، العب كوره الاول وبعدين ابقى تزف تتكلم في فلوس وقرف. النهارده انا بتفرج عليه لا اداء ولا اي حاجه، كل واحد اللي هو ايه عفوانا، انا هاخد انا الكوره واعدي واشوط. يا عم العب كوره، العب كوره. نازل لي واحد اسمه قفشه عايش على ذكرى القضيه الخرا اللي جابها في الزمالك، كان يوم اسود جابها في الزمالك، وهو عايش بيها في النادي لحد النهارده. جه النهارده نزل في ماتش النهارده لا عارف يستلم كوره ولا عارف يباصي. يا ابني انت مهمتك صانع لعب، صانع العاب. سؤال. طيب دي المشاكل. دي ماشي. المشاكل. طب انت شايف ايه الحل او ايه الحاجه اللي ممكن تحصل ان هي تغير كل دوت وتبقى فرقه مثلا اوكي حلو. تمام الحل اداء؟ الحل في حاجتين: اداره وجمهور. اول حاجه انت الجمهور، انت تقص جناحك
ومش عايزين نخش في يعني في ايه الاسباب. الاهلي دلوقتي حرفيا ما عندوش جمهور. الكاميرا لما بتيجي على الجمهور اللي حاضرين في الثالثه شمال مفيش بتوع حد في بابي مصر عنده جمهور. لا الزمالك لسه عنده الرابطه بتاعته الوايت نايتس من ساعه ما اتاسست هي، لكن رابطه الاهلي خلاص الالتراس وايت نايتس حرقوا البانر وخلاص الرابطه ما بقتش موجوده. ومش عايزين نخش في ايه السبب في الموضوع. انا بتكلم على فرق. ايوه ما هو ثواني. ايه اللي عايزه من ما الفرق هو عشان تقول انت محتاج كجمهور. الجمهور بتاع زمان اللي كان بيضغط على اللعيبه تنزل الملعب خايفه تباصي باصه غلط عشان الجمهور هيزوم عليهم، انت محتاج ده، وده ما بقاش موجود. دي نقطه خارجه عن ارادتك مش هتقدر تتكلم فيها. بس اداره جابت صفقات وجابت كل حاجات. بس انا بالنسبه لي انا شايف ان الحل اللعيبه دي هتلعب هتاخد فلوس، ماليش دعوه فلان بياخد كام. ما تجيش تقول لي اصل اللي جنبي بيلعب بياخد 100 مليون، اصل بياخد 90، اصل بياخد 80. العب كوره وعلى اساس مستواك وعلى اللي بتديه في الملعب، ساعتها انا اقيمك كنادي واشوف تاخد كام. اللي عايز يلعب في الاهلي يلعب، اللي مش عايز يغور في 60 ده هيروح يلعب في اي مكان. عندهم رمضان صبحي، عبد الله السعيد، احمد فتحي، الناس دي كلها خرجت من النادي عشان فلوس. رمضان صبحي حد بيسمع عنه؟ حد يعرفه هو فين؟ ما حدش يعرف عنه حاجه. بيروح منتخب مصر، ما راحش منتخب مصر اصلا من ساعه ما ساب الاهلي. فاللي عايز يمشي منتخب الباب مصر يفوت ده 100 جمل. ده منتخب مصر ده ده مصيبه تانية اصلا. وهو اصلا منتخب مصر معظمه من لعيبه الاهلي، يبقى بقى له سنين. صلاح واصحابه صلاح واصحابه. بس هو يعني منتخب مصر بيبقى فيه في الملعب 7-8 من لعيبه الاهلي. هل انت عاجبك الاداء؟ لا. احنا بنكسب ليه؟ ولا خطه ولا حسام حسن خطه ولا اي حاجه. احنا بنكسب ليه؟ ده موضوع منتخب مصر. احنا بنكسب ليه اصلا في منتخب مصر؟ خناق. احنا ما بنلعبش كوره. مصر كلها ما فيهاش كوره، واللي بيدير الكوره في مصر شاطرين جدا. بص اقول لك على حاجه. مصر فيها لعيبه جامده ماشي، بس هي مش مركزه في الكوره. الكولتشر اللي حواليه هي ما بتأهلوش ان هو يطلع حاجه زي ما بتشوف بره كده. ده حقيقي. طب ليه صلاح نفع بره؟ ده حقيقي. ماشي، صلاح نفع بره عشان طلع صغير واقلم نفسه وفي حاجه تانية بسيستم بره، وفي مش حاجه بسيستم مصر. في حاجه تانية. ما هو سيستم مصر من ضمن اللي بايظ. انا دلوقتي كلعيب هروح احترف ليه؟ عشان هدفي ان انا ابقى نجوميه زي صلاح، وفي نفس الوقت فلوس ونجوميه. انا في مصر بقول لك اقعد، ما تقعد هنا وسط عيلتك وسط حبايبك، وهديك فلوس اكتر من اللي بتديها دول في اوروبا. انت هتفكر تطلع؟ بص، لا. في لعيبه اللي هي بتلعب في مصر حاليا، لعيبه بص واو، ده حقيقي، بس ما تنفعش بره. منتاليتي ما هو فيش. العقليه بتاعته هي مش هتنفع ما بره. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا عندي لعيبه، يعني لما اجي اقول لك على اسامي، واحد زي تريزيجيه ده كان بيلعب في استون فيلا وفي الدوري الانجليزي، وكان بيلعب يعني في اعلى ليفل. جه عندي النهارده هو بيلعب حاسس اللي هو ايه، انا الاهلي رجعني بقى عشان اقوم بالنادي. ما حد النادي ما كانش واقع يعني ومستنيك تيجي تقومه. النادي كان بياخد بطولات وكان بياخد افريقيا وكان بيروح كاس العالم. العب كورتك العاديه والعب مع زمايلك. الفريق كله خرا. هو كله شو. الفريق كله خرا. الفريق كله بيلعب همه اللي هو ايه، انا راجع الاهلي مش حبا في الاهلي. محدش بيحب الاهلي ولا في انتماء في مصر كلها اصلا، والكلام ده انتهى من زمان وانتهى في الكوره من زمان. كله راجع عشان الفلوس. تمام، بتاخد فلوس ادي. لا ده انت كمان بتيجي لما بتيجي بتجدد بتتنطط. فيعني احنا بقى ما نقعد نتكلم في موضوع الاهلي ده. الحل عند اللعيبه، مش عند لا مدرب ولا عند اي حد. والحل عشان يجي من اللعيبه دي لازم تتقرص ودنها، لازم تدوق الجوع، لازم ترجع زي زمان كده لما كان بياخد الافات وكان بياخد ملاليم في الانديه الثانيه قبل ما يجي الاهلي، وكان بيطلع نار من بقه. يرجع يعمل كده عشان تاخد فلوس. ما عملتش كده مش هتاخد فلوس. بس على فكره، طب ما هو الاهلي اللي مدفع له. ما هي دي المشكله. الاهلي هو اللي بيجيبه بالفلوس دي كلها. ما هي دي، ما هو ده غلط. ماشي، طب يبقى عقليه النادي نفسها لازم تتغير، ما هو مش عقليه اللعيبه. انت مش عقليه نادي قد ما انت دلوقتي في سوق بتنافس الخليج وبتنافس السعوديه اللي بتدفع ارقام ومش عارف ايه. اقل لعيب بالظبط. ما هو ده الفكره. لعيبه ناشئين، طلع اعمل. حلو. مين بقى في مصر هيبقى عنده الجمهور اللي يقعد يستنى على فريق بناشئين؟ اول حاجه الجماهير هتعملها هتروح هتهاجم الاداره. طب ماشي، خد بلاش سنه واثنين وثلاثه، وبعد ما تبني فريق كويس الناس بعد كده هتقول لك اوكي انا دلوقتي فهمت. اي فريق في الدنيا كله ما يعمل. احنا ريال مدريد اول ما مشي رونالدو ماشي، انا ما اعتقدش ان كان في واحد مدريدي
كان مبسوط باللي حصل في ريال مدريد ساعتها. طب ازاي ده رونالدو تمشيه ازاي؟ مش عارف. ده الصح، ده بعد الصح، كام سنه بص يا جماهير دلوقتي ريال مدريد بعد اللي كانت في الاول بتقول لك لا رونالدو ما كانش لازم يمشي، دلوقتي تقول لك لا كويس ان هو مشي ده الصح. بس عشان كانت لازم تغير الجلد بتاع الفريق. ده الصح، ده الصح اللي ده انت كان بتتكلم لازم فيه. يحصل. ده الصح اللي انت بتتكلم فيه. ولو خدت امتى اخر مره الاهلي عمل كده؟ ما عملش كده اصلا غير فور في سنين وابدأ زمان. من جديد. ما عملش ابني. كده غير في سنين زمان، وكان صالح سليم. طب الموضوع دلوقتي مختلف في يبقى ده السوشيال اللي انت ميديا وفي محتاج. مصر. اوكي انا شايف ان في مشكله في الاهلي. انا اول حاجه ما بتفرجش على محليات ولا اي حاجه، بس انا بس بشوف انت عندك في الليفت وينج كم واحد؟ واحد. مين؟ تريزيجيه. لا. في الليفت وينج ايوه تريزيجيه. تريزيجيه بس. ماشي. الرايت وينج مين؟ الرايت وينج زيزو. في زيزو وفي الشحات لا وفي ما بن انت زيزو شرقي. ما يلعب زيزو أساسي. 10 لا او زيزو. شادو سترايك. زيزو هو اللي بيلعب وينج، واللي بيلعب شادو سترايكر عندك دلوقتي زيزو تريزيجيه وبن شرقي. والشحات. مش شحات مصاب حاليا. لا في العادي انت في كسكواد في العادي. ماشي، الشحات موجود. طب ايه الانبالانس ده؟ هو مش فكره طب ماشي. فين مهاجم الاهلي كاهلي؟ انت كان عندنا مهاجم اسمه اسامه ابو علي، كان وراح هداف كولومبوس وراح. خلاص كده خلاص ما هو ده هتفتكر غلط بتاعك. الاداره، ما هو ده غلط طب الاداره ماشي برضه. جيب بديل ما او هو اعمل انت بديل. انت ماشي. انا دلوقتي مش بتكلم. انا دلوقتي لو انا مثلا ماتش زي النهارده والماتش اللي فات، لو انا بصنع فرص كتير وبتضيع بسبب المهاجم، اذا انا كده عندي مشكله مهاجم. لكن انا ما بصنعش. طيب. انا بلعب كره عقيمه. مش بقارن الاهلي بالريال مدريد، بس مبابي جه كلفت وينج حلو. ما كانش فيه مهاجم، او يا اما هتضطر ان انت تعتمد على اندريك وفين فينيسيوس؟ مش فينيسيوس ليفت وينج؟ فينيسيوس ليف وينج. اوكي بس ما فيش سترايكر. طيب انا دلوقتي هقعد اقول ظلموه؟ لا خلاص اوكي امبابي هو اكتر واحد مؤهل ان هو يلعب كسترايكر. اوكي حط امبابي، استنى عليه سنه استنينا عليه وبص دلوقتي. حلو. كل مش مشكله ان انت مش عارف تجيب حد، بس انت عندك متهيألي اكيد في لعيبه في النادي الاهلي. حلو. هو عمل كده النهارده. انت برضه بتتكلم. انت بتتكلم على كواليتي حاجه وحاجه تانية. يعني انا دلوقتي انا عارف ان انت مش بتقارن. فكره. انا عارف ان انت مش بتقارن ان هو كمثال. بس انا زي ما بقول لك، انا عندي المشكله لما اللعيبه تبقى كلها وحش والفريق كله وحش. فالمشكله ما بتبقاش في لعيب ولا مركز ولا اتنين. المشكله بتبقى في العقليه بتاعت اللعيبه. هم مش عايزين يلعبوا كوره. بدليل ان احنا في ماتش. يعني انت تيجي تقول لي ايه؟ الاهلي اصل السنه اللي فاتت كان بيلعب في ماتش الانتر كونتيننتال قصاد العين الاماراتي، لعب ماتش حلو وكسب 3-0. فانا بلعب ماتش حلو في السنه. اذا انت كلعيبه عندك امكانيات وتقدر تعمل. بس بقيه السيزون انا ماليش مزاج العب. ده دوري عادي. ايه انا هلعب واجري. فالعقليه زباله. فما علينا يعني. لو قعدنا نتكلم في موضوع الاهلي ومشاكل مصر مش هنخلص. خلينا نخش عليك انت. انا عايز حلو يا جميل. اسيبك عشان عارف جواك كتير. لا كتير. لسه الحلقات جايه كتير. بس خلينا نيجي عندك انت يا حلو يا جميل يا بتاع ارني سلوت. 4 ماتشات على التوالي خسران في الدوري. والكاس النهارده خسرت من كريستال بالاس واتعمل عليك حفله. فايه الدنيا؟ انا واخد بينج ومش حاسس. ايه الدنيا؟ مش حاسس ارني يعني. سلوت. سلوت خالص ولا ايه؟ يعني بص انا عملت حاجه النهارده عمري في حياتي توقعت ان انا هعملها. انا طفيت الماتش بعد الجون الثاني. طفيت الماتش. عمري ما عملتها في حياتي. ليه كده؟ اتعصبت. بس هو كان بيلعب بالدكه. ايوه بص انا داخل الماتش عارف ان انا هخسر. انا داخل الماتش انا شفت اللاين اب هنا، التشكيله هنا والتشكيله هنا، وعرفت هنخسر وش. بس انا اتفرجت على الماتش لقيت يعني كيزا في دقيقه 20 ولا كانت حاجه كده اوائل الشوط الاول يعني جاله فرصه هو يعتبر هو والحارس بيصطاد عصافير. بس خلاص كده اللي هو خلاص خلصت. انا مش عايز تاني اكتر من كده. انا عرفت احنا وصلنا لفين تقريبا. شفت فاللي هو وبعدين انا بيتهيألي الكوتش برضو مش همه يعني من تشكيله واضح جدا ان هو مش همه الكاس ده. اللي هو خلاص انا مش مهم اكسب ولا ما اكسبش الكاس ده. انا اركز على الشامبيونز ليج واركز على الدوري عشان احاول ارجع وابقى توب فور. لو لعب مثلا اللي هو ستارترز اللي هم الاساسيين
ممكن يجي اصابه هنا واصابه هنا، واحنا عندنا اصابات كتيره اصلا. جرافنبرخ مصاب، عندنا كيرتيس جونز دلوقتي مصاب، فان دايك وكوناتي لو اي واحد فيهم جاء اصابه احنا خلصنا في الدفاع. بس انت شايف المشكله في الاصابات؟ انت بقالك 4 ماتشات كان فريقك كامل وبرضه بتخسر وما بتلعبش لا كورة. انا ما قلتلكش العيب في الاصابات، انا مش جاي اقول لك انت العيب في شايف الاصابات. المشكله انا فين؟ بقول لك ليه هو عمل تشكيله ضعيفه النهارده، علشان الاصابه، عشان خايف من الاصابات. كفايه الاصابات اللي عندنا اوريدي. وبعدين انا مش بقول لك الاصابات هي دي اللي مخسرانا، لا، ما احنا الماتش اللي فات كان عندنا فريق كامل، بغض النظر جرافنبرخ ما كانش بيلعب، مش هو ده السبب اللي احنا خسرنا. فانا مش عارف ايه السبب. انا بتفرج على الملعب، انا بشوف كور كتيره بتضيع، انا بشوف ان اللعيبه مش عارفه تستحوذ على الكوره، يعني في استفزاز، بغض النظر ان احنا ممكن نسجل هدف هنا ولا هنا، بس الدفاع فيه اخرام كتيره مش عارفه جايه منين. انا مش عارف ايه الحل، مش عارف. انا واحد بتفرج على الماتش يمكن مش مركز في التكتيك، عشان انا روق يا اخي روق. انا اقول لك إيه مشكله ليفربول كمنظومه. في نص الفرقه كله جديد، ماشي، فلوس كتيره اتصرفت، فالاكسبكتيشن سو هاي، ماشي. فانت اللعيبه دي تحس ان هو مش هيركب مع اللعيبه اللي جنبيه. يعني فيرتس ماشي في المانيا، فلورين فيرتس كان هو المدبر بتاع الفرقه، ماشي. فانت دلوقتي بترجع تاني بتدخله في ليفربول، ريتم عالي عشان بريمير ليج. طب هو مش هيقدر يعمل كده. في نفس الوقت انت دلوقتي لغيت صلاح، عشان صلاح هو اللي كان ما يمشي الفرق، ان هو اوكي طيب تعال نطلع هدي. ودلوقتي عندك نص الملعب كان في سوبوسلاي وماكاليستر ما جاش اصلا من اول موسم. طيب سوبوسلاي بيلعب رايت باك عشان ما عندكش رايت باك، وفريمبونج اللي انت جبته هو اصلا مش رايت باك ولا في اي شخصيه رايت باك اصلا. هو ما بيعملش حاجه ان هو يطلع. وتقريبا جابوه عشان يبقى بديل لصلاح وفشل، عشان هو اصلا مش قادر يكون بيلعب. طب فين خط النص بتاعك؟ اندو ما بيشمهاش. طيب يبقى مين اللي جرافنبرغ؟ الخط الويست هم 3، ماشي. جرافنبرغ اولهم مصاب، ماشي. ما انا عارف انه مصاب، بس انت بتسالني في الواقع. يعني هو جرافنبرغ وسوبوسلاي دلوقتي بصراحه هو الوحيد اللي جه الموسم ده. هو الوحيد اللي هو، ويمكن جاكبو كمان، بس هو بصراحه بغض النظر رايت باك او ميد فيلد او ايا كان، زوبوزلاي لو اديت لاي حد مان اوف ذا تيم هو زوبوزلاي. ده الوحيد اللي كومز تو مايند هو. وفي ناس ممكن تقول لك اكيتيك عشان الاهداف، بس انا شايف زوبوزلاي، بشوف اداؤه والجري. انت جتلت اصلا ايكيتيكي بانك بتلعب ايزاك عليه، وايزاك ما جاش. هو خلاص هو لسه قاعد في نيوكاسل. هو ما جاش. طب ايه لازم؟ لا اكاتيكي هو المهاجم بتاعنا الاساس، اللي بيسجل. يعني ايزاك فعلا ما جاش، وبيتهيألي يعني اللي حصل في الصيف ده دمر سمعته. اول حاجه دمر الثقه. الواد مش عارف يلعب، ما بيلعبش في الملعب. هو جون واحد سجله في ساوثهامبتون وجيب الحظ. بس انا شايف برضو ان في جزء كبير على ارني سلوت. قول لي ليه بقى؟ هقول لك. عشان نفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها الموسم اللي فات كان بيلعب بيها الموسم ده. لا ايه اللي لا يا جماعه؟ هو ولا حد بيتفرج على ليفربول؟ هقول لك على حاجه. ارني سلوت يعني عارف انت فاكر في وقت كده بعد لما اموريم مع مان يونايتد خرج من الكاس من فرقه درجه رابعه، كان تحسه ادارته للماتش تحسه تايه بيعمل حاجات غريبه. ارني سلوت الماتش اللي فات انت حضرتك خسران من برينتفورد، عمل ايه طلع فيرتس ونزل جو جوميز اللي ما جابش جول في حياته مع ليفربول. هو مش منزله قدام. ايوه هو انت خسران منزل مدافع. بالك هو عمل كده ليه؟ عشان يطلع فان دايك. لا ايه يطلع فان دايك؟ استنى يا ابني استنى. هو ساعتها مين كان بيلعب رايت باك؟ كان بيلعب زوبوزلاي كان رايت باك. هو نزل جو جوميز عشان ياخد الرايت باك مكان زوبوزلاي ويقدم زوبوزلاي قدام. كونر برادلي طلع اوريدي. طب ماشي، انت ليه ما تعتمدش على كونر برادلي كرايت باك وتديله الثقه، وفي نفس الوقت هتكسب سوبوسلاي في نص الملعب ويلعب مثلا مع ماكاليستر؟ ما هو ماشي انا معاك. هو كونر برادلي ابتدى الماتش رايت باك. انا مش شايف مبرر. طلع كونر برادلي. انا هقول لك اللي حصل. طلع كونر برادلي
ودخل مكانه حد تاني، انا مش عارف، مش فاكر مين، مش عارف اتذكر، يمكن ماكاليستر او مش فاكر، بس دخل حد وحط زوبوزلاي اللي ابتدى الماتش. زوبوزلاي ابتدى الماتش كميد فيلد، رجعه رايت باك. فبالتالي بقى احنا لبسنا ماشي. احنا على فكره احنا كنا ممكن نكسب الماتش ده. هو البينالتي دي بصراحه جت في وقت مش لطيف، وانا شايفها ان ممكن ما يكونش بينالتي او بينالتي، مش موضوعنا. بس بغض النظر كل ده، هو طلع بعد ما طلع كونر برادلي عشان ينزل حد تاني مكانه في الميد فيلد، ماكاليستر بيتهيأ لي، زوبوزلاي رجع رايت باك، لعبنا ماتش حلو. ايه اللي حصل بقى؟ لا لازم هجوم. مين هيهاجم؟ عايزين زوبوزلاي. انا مش عايزه رايت باك، لا انا عايزه يكمل، عايزه قدام، اول اوت اتاك. اديني زوبوزلاي قدام وماكاليستر قدام وايكاتيكي وجاب كله. مش عارف، خلينا نشوف ليفربول الماتش الجاي هيعمل ايه. انتوا عندكم مين الماتش الجاي؟ استون فيلا يوم استون فيلا السبت. على ارضكم ولا في الفيلا؟ مش فاكر والله، مش فاكر. طيب. انا ما بقيتش ابص يعني لسه ما بقيتش كسبان ابص عليهم. السيتي، فربنا يستر عليك. آه. طيب نروح بقى لعريس الليله اللي كسبان الكلاسيكو. اتفضل، ده بس عشان يومك طويل معانا. اللي كسبان الكلاسيكو وبادئ سيزون، ما يعني الناس اللي من شايفه الصوره من بره شايفاها ان انت بتكسب كل ماتش، ما خسرتش غير ماتش اتلتيكو. امبابي جايب فورمه بالون دور. شايف الموسم ازاي مع تشابي الونسو؟ مش كويس. ان ايه؟ وغريب ان واحد مدريد يقول لك كده على الموسم دوت، عشان انت بتكسب بس هي نتائج بس، مفيش اداء، مفيش سيستم اصلا. ماشي، يعني مثلا ناخد الماتش الكلاسيكو، كله بيقول لك ريال مدريد كسب، واو، لعب مش عارف ايه. طب ماشي، ريال مدريد لو لعب كويس بيكمل فرص دوت، يكسب 5-6. انت في الشوط الاول بس انت كنت ممكن تكسب مثلا 3-4-0. ده حقيقي. طب فين اوكي، انت الفينش برودكت عندك مفيش غير امبابي. فينيسيوس محتاج مثلا 3-4 ماتشات عشان يقدر يدي لك مثلا لقطه اللي هو ايه، اوكي هي لقطه فرديه ان هو يعمل الشو بتاعه، ولازم يكون دماغه رايق زي ما عملها في ماتش اليوم. طيب ماشي، طب ما انت عندك كمنظومه هجوم، امبابي وفينيسيوس، مين الثالث؟ ماستانتونو. اردا جولر انا شايف. طب ما اردا جولر بقى ده حوار تاني لسه هخش لك فيه. ماستانتونو، هي ايه وظيفه ماستانتونو في الملعب؟ ولا وينجر ولا ان هو بيضم كمالة عدد. مفيش. هو كمالة عدد بالظبط. لعيب على فكره، بس فين هو بيعمل ايه؟ انا مش فاهم، ومصر عليه. يعني هو تقريبا اخر ماتشين بس هو هو بيلعب على حساب رودريجو. طب ما انت يعني. عندك رودريجو كويس، واديله الثقه هيديك زي ما انشيلوتي كان عامل. يعني هو انشيلوتي الناس بتنتقده ان هو بوظ ريال مدريد، بوظ الكولتشر بتاعت ريال مدريد، بس على فكره هو انت عندك سوبر ستارز فلازم تتعامل معاهم كده. في اللي هي اللقطه بتاعت فينيسيوس لما طلع في البدل مع رودريجو. طب ما انت عندك اردا جولر ما كانش شايف خلاص طلع اردا جولر. يعني لازم تعمل زي ايه، لقطه. هي كهربا كده، كهربت الفريق خلاص، هو الدنيا باظت بعد كده. واول ما طلعت فينيسيوس برشلونه بدات اللي هو اوكي، بس الونسو هو امبابي مرمي لوحده قدام وخلاص. الونسو مش هيعدي له يعني الحركه اللي عملها وهو طالع. هو اصلا فينيسيوس طلع وتاسف للمدريديستا. اوكي طب انت ده خط الهجوم اللي هو اوكي، يو نيد رودريجو، لازم رودريجو ياخد الرايت وينج باك. هو لازم تحط رودريجو في الحته دي. وخط النص اردا جولر مظلوم لسبب، انت خط النص عندك 3، تشاوميني ما فيش كلام عليه، بيلينغهام ما فيش كلام عليه، المفروض ان عندك فالفيردي. طب فالفيردي بيلعب رايت باك دلوقتي. طب ارنولد مثلا رجع، هتعمل ايه؟ هترجع تاني فالفيردي النص عشان مش هتستغنى عنه اكيد. وهتطلع اردا جولر برضه. فين اردا؟ هتلعبه على جود بيلينغهام؟ طب هتلعبه كرايت وينج؟ لعبته رايت وينج ما فيش، صفر. هو بيحتاج ان هو يكون متاخر عشان هو اللي يبني الفرق من ورا. يبقى انت كده لغيت اردا جولر، ولغيت اكتر حاجه هو متميز فيها، ان هو بيحب يرجع لورا يفول باك
ويبدا هو ويوزع هو زي توني كروز. هو ما فيش حد هيتقارن بتوني كروز. هو الريال مدريد لحد النهارده بتدور على بديل ليه. بس هو الوحيد اللي فيه لمسه اللي هو ايه، اوكي انا اعرف امتى ان انا هدي، اعرف امتى ان انا اسرع الماتش وايه الريتم. بيلينجهام برضو عنده الحته دي. بيلينغهام ممكن هو بيلعب لك زي ايه، زي هايبريد كده بين 8 و10. هو بيعمل لك الاثنين في نفس الوقت. بس برضو جود بيلينغهام ما ينفعش تعتمد عليه دفاعيا كتير. هو بيحب يكون قدام. ده هي. طب خط النص يعني في الوسط انت عندكش غير تشاوميني اللي ساعده في الماتش الكلاسيكو ان كان عندك كامافينجا بيرجع عشان دلوقتي اوكي تشاوميني اوكي انا هرجع اكون اللي هي البيفت 6 ان انت يعني بين خط الدفاع بترجع كثالث فيهم او بتبقى في الهجوم ان انت قدامهم بس امان. فهي دي شغلانته. لكن لما ما بيكونش في كامافينجا اوكي كفر على اليمين، كفر على الشمال، كفر قدام، كفر ورا. طب هو خلاص هو داخل هعمل ايه بالظبط. فانت دلوقتي حطيت له كامافينجا اوكي الناحيه اليمين دي اوكي، وبعد كده بيلينغهام لما بيلعب لك اللي هو الهايبريد بتوين مثلا 8 و10 ده فبيرجع لك على الشمال اوكي. هو كل اللي عليه حاجتين ان هو يساعد ورا يكون الثالث ورا او ان هو يخش الست. وبرضو عندك الدفاع فيش خالص. طيب غير ميليتاو وهويسن ساعات. انا عايز اسال حاجه بس معلش اخدت منك المايك سامحني فيها دي. ماشي بص بغض النظر الاداء اللي انت شايفه مثلا مش حلو، انتوا بتكسبوا ومتصدرين في الدوري والشامبيونز ليج. ريال مدريد معروفه بالشامبيونز ليج. فانا عايز اعرف بقى حاجه اهم من اللي بيحصل في الملعب. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بعد الماتش والخناقه اللي ما بين لامين يامال وفينيسيوس وكارفاهال. إيه كل ده. انا واحد من الناس على فكره انا كياد، فانا كنت مبسوط برد ريال مدريد علشان انا اللي سمعته، وانا عايزك تديني التفاصيل عشان يمكن انت تعرف اكتر مني. انا سمعت ان لامين يامال قبل الماتش قال كلام وكان بيتكلم وكان على اساس ان هو ايه بقى ملك الدنيا. هو لامين يامال عمل حاجه كذا حاجه. اول حاجه لما طلع مع الريبورتر دوت اللي هو تبع الفريق بتاع بيكي اللي هي الفوتبول اللي هم بيلعبوها بتاع بيكي دي مش فاكر اسمها. وراح اتكلم على ريال مدريد. ده امتى ده كان قبل الكلاسيكو ممكن ب3 ايام. 3 ايام ماشي. وبعدها بيوم راح لا قول لي قال ايه، استني قول لي قال ايه يعني. لا مش فاكر. هو اتكلم عن ان احنا هنكسب ومش عارف ايه وبتاع. كان كلام كده عادي اللي هو ايه برشلونه هتكسب اوكي تمام مفيش مشاكل. اليوم اللي بعدها طلع تاني مع الريبورتر كان تابع اللي برضه نفس الحاجه. بعد كده راح قال لك ايه افتكر اخر مره كسبنا 4-0 مش عارف ايه. وفراح قال له طب انت هتسجل؟ فراح قال له اكيد مش اكيد مش عارف ايه. وبعد كده يعني ثالث بقى راح قبل الماتش راح منزل صوره هو قدام جمهور ريال مدريد وهو بيعمل سيلبريت. طيب وبعد كده كلام بقى جانبي وستوريز وبتاع. طب ماشي. اول حاجه ما تهنش ريال مدريد عشان ريال مدريد ده كيان اكبر بكتير من برشلونه. مفيش مقارنه اصلا ببطولات. انت هتزعل ناس كتيره بالكلمه دي. يزعل اللي يزعل. لا ده حقيقي اتس فاكت. فانت دلوقتي هجيبها لك من ناحيه ميسي ورونالدو اعظم حاجه شافتها الكوره مثلا من 20 سنه وممكن على التاريخ. بس ما كانش في حد بيهين الفريق الثاني. لو في ممكن بيقول حياته بس كانت عمرها ما اهانه مثلا رونالدو يتكلم وحش على برشلونه. وبالذات حاجه جايه من طفل عندك 17 18 سنه وانت لسه صغير. يعني اعرف انت وظيفتك ايه في الملعب، اعرف وظيفتك في الحياه. في لعيبه كتيره اكبر منك احترمهم. هو انت مثلا انت بتقول ان نيمار هو القدوه بتاعتك. نيمار ذات نفسه كان عمره ما بيعمل كده مع ريال مدريد وكان هو اللي بيحط على ريال مدريد. بس هو الماتش ده كان فيه ستوري اكبر من لامين يامال برضه الناس مش عارفاها. اخر 4 ماتشات كانت برشلونه اخر كلاسيكو 4 كلاسيكو كانت برشلونه هي الكسبان. اللي قبليها كانت ريال مدريد كسبه 4 مرات يعني في 4 وبعد كده 4. فده الفيصل اللي هو ايه اوكي مين فينا اللي هيعلى على التاني. انا كسبت 5 ولا انت هترجع تكسب انت تاني. فدي كانت نقطه. زائد ان المعدل بتاع الكلاسيكو على التاريخ كله
لو برشلونه كانت كسبت الكلاسيكو ده كانت هتتعادل الارقام بتاعت الفوز بتاعت الكلاسيكو مع ريال مدريد. فدي حاجه تاني. زائد ان ده طفل، انت بتتكلم مع ناس مثلا كسبت كاس عالم وتشامبيونز ليج كذا مره، وانت مش كاسب نو حاجه. يور بليس يعني اليوروز بس يا دوبك كاسب اليوروز وكام دوري كده ولا كاسب بس ما كسبش حاجه كبيره يعني. انت لسه تشامبيونز ليج يعني مثلا. ماشي. انت على فكره انا بحب لامين يامال وبرده كواحد المدريدي ان اقول لك كده دي كبيره، بس هو لعيب موهوب جدا. اوكي، كم اشتغل على نفسك. اعمل اللي انت بتعمله دوت بس في الملعب. الكلام اللي بره الشوشره دي هتبوظك الكارير بتاعك. لامين يامال يعني كان في الاول مجهوده كله في الملعب، دلوقتي بقى بيضيع مجهود بره الملعب كتير. على فكره كتير. ومش عايز اوضح مش عايز اوضح. نو اي ثينك ان كل ده على فكره بي ار تيم، يعني ده كل ده شغل بي ار. ماشي، هو ده عشان على طول زي ما في مصر واخد ترند، هو على طول عايز يبقى ترند. ماشي، بس شفنا كذا لعيب يعني كان كويس وكان موهبه وضاع بعد لما. لا هو على فكره انا هتوقع ان لامين يامال ممكن كام سنه تاني ونفس الحته بتاعت انسو فاتي تاني. بالظبط ما هو ده اللي احنا بنقول، مستحيل تكمل كده. ده اللي احنا بنقول. وبعدين اصاباته كترت من بعد المواضيع دي بدات لما تزيد. ممكن الناس بتاعت برشلونه هتتفق معايا، هو حط ضغط كتير قوي على برشلونه باللي هو عمله. فلاعيبه برشلونه دخلت هو ريال مدريد جازين عليهم، هم هياكلونا. خلي بالك يعني كان في لقطه بتاعت فالفيردي، كان في كوره كده في لخبطه وبتاع، ففالفيردي لف كان فيرمين لوبيز وراه، فيرمين لوبيز قال له اللي هو كش كده منه، انت ده واحد خايف. بالظبط. فما تقوليش ان لامين يامال بس هو اللي لا، هو برشلونه كلها كانت خايفه. مع ذلك برضو ريال مدريد ما لعبتش كويس. ده هي كان انا عندي انك تلعب كويس معناها ان انت في اند ريزولت. الاند ريزولت ان انت كسبت. طب كسبت بكام؟ ب2-1 وانت مضيع مثلا 10 اهداف. وبرشلونه في كوره في الاخر جت لكوندي. برشلونه وكوندي كان كان ممكن يجيبها ويتعادل. لو كوندي جاب الكوره دي كان خلاص 90. كان كله هيطلع هيقول لك خلاص احنا ايفن، كان خلاص 1-2. استنى انت ناسي البينالتي اللي ضاعت. البينالتي ما دي من ضمن الفرص اللي ضاعت. البينالتي وفي كلام على حته بتاع الجون بتاع بابي الاثنين، في كلام كتير عليهم. بالظبط. وفي اللي هي طب الكره اللي هي عمل له لو اسيست اللي هو الجون ده، المفروض ان هي طالعه من اردا جولر، هي مش طالعه من اردا جولر، هو فيرمين لوبيز هو اللي لعبها ورا. فدي ما تتحسبش اوف سايد، انت راجع من الفريق المنافس بتاعك، دي مش اوف سايد. طب وقانون الاوف سايد الموفمنت نفسها في الكاميرا الاساسيه امبابي اون سايد. طب اشمعنى لما عمل لك الاوف سايد ومش عارف ايه وبتاع كانت اللي هو برباط الجزم اوف سايد؟ يعني ما دي تفاصيل برضو تحكيم الاسباني. فلا ريال مدريد عندها شغل كتير. لسه تشابي الونسو ماشي كويس بس مفيش البروجكت لسه مش باين. ممكن عشان في لعيبه كانت بتتصاب، يعني كامافينجا على طول كان مصاب. اول مره تشوف كامافينجا اللي هو اوكي ده كامافينجا اللي هو ريال مدريد جابته عشان. طب فالفيردي مستواه في نص الملعب ما كانش كويس، وكان مستواه اصلا كرايت باك في اخر كام ماتش مش كويس، بس هو في ماتش الكلاسيكو اوكي ينفع يلعب هنا، بس هو اصلا مش رايت باك، ما عندوش الفكر بتاع الرايت باك. الرايت باك هو ده كاركتر كده معروف بحياة معينة. هو فالفيردي ممكن يأدي لك كويس فيه بس هو مش رايت باك، هو لعيب في نص الملعب. هو انت عايز الستامنا بتاعته، عايز البادي جولز بتاعته، انت عايز الكاركتر ده. طب انت كده لو هتتكلم على خطة ريال مدريد، كورتوا ما فيش خلاص. كورتوا خط الدفاع انت بتتكلم على ميليتاو وهويسن. طب ليفت باك كاريراس، رايت باك عليها كلام كتير. يا اما عندك دوكتي كارفاخال اتصاب بس اتصاب، فعندك يا اما ارنولد لسه راجع او هتلاعب فالفيردي. هتضطر انت هتلاعب ارنولد وهتلاعب فالفيردي في نص الملعب مع تشاوميني وبيلينغهام. طب قدام هتلاعب امبابي وفينيسيوس. الرايت وينج يا اما ماستانتونو يا اما رودريجو، بس هو اصلا رودريجو بدا يلعب هو كليفت وينج بديل لفينيسيوس. يبقى كده يا اما هتلاعب ماستانتونو يا اما اردا جولر. فانت كده هتظلم اردا جولر
فين المهاجم الشاب الاسينسيو تقريبا اللي كان بيلعب في كاس العالم وكان جارسيا فينه؟ ايوه صح. موجود بس بيلعب مثلا دقيقتين 3 في ليه يا عم؟ بديل امبابي. عشان امبابي انت مستحيل هتلعب وده على هو ما ينفعش يلعب على رايت وينج ولا بالذات اي حاجه. لا هو هو بص هو بيحسك ان هو كانه ايه بنزيما كده اللي هو ايه الفالس ناين اللي هو بيرجع يفتح لك مساحات وكده. هو كويس لو لعب مع امبابي هيفتح مساحات كتيره لامبابي وهيساعد. بس هو انت اصلا عندك مع يا اما هتلعبه مثلا بديل من الرايت وينج او بس هو انت عندك تو ميني اوبشن. انت دلوقتي وصلت من انك كان معظم لعيبتك على الدكه مفيش، يا اما مصاب يا اما ما بيلعبش مع انشيلوتي ومش شاممها. دلوقتي عندك لعيبه كتيره عايزه تلعب بتتضايق ان هي ما بتلعبش، وتشابي الونسو مش كويس في حته اللي هو ايه انشيلوتي اللي هو ايه الفاذر فيجر بالظبط. اوكي هو تشابي الونسو هو الباص. فانت بتتكلم على واحد باص هيبقى عنيف في التعامل مع اللعيبه، فهتحصل كلاشز كتير واخرها فينيسيوس. بس فينيسيوس مش هيمشي، هو قال ان هو هيمشي بس مش هيمشي. لا هو مش هيمشي. الكلام على ريال مدريد والاهلي وليفربول ما يخلصش، والكلام في الكوره ما يخلص. في حاجه حابين تضيفوها يا شباب؟ ابدا بقى. الماتش الجاي بتاع ريال امتى؟ الويكند. لا انت مدريدي كبير، انت المفروض تبقى عارف الماتش جاي امتى وضد مين. لا قول لي. السبت قدام فالنسيا. فالنسيا بعديها بقى، تعالى لي بعديها قول لي مين بعد ده مهم. ايه ليفربول. طيب احنا مش هنيجي الماتش ده ولا احنا مش هنيجي. اهو الكلام خدها ماشي خدها تلاتة. بص انا اقول لك حاجه. بص بعد لا احنا هننسحب. مش هتلاقي انا هنسحب، انا مش عايز العب. دخلوا مشحونين ضد ده على ارضنا على فكره، ضد برشلونه. ايه دي على ارض انفيلد. لا ايوه على انفيلد. ايوه على انفيلد. فاللي هو بص الماتش ده طب خدها مني هي الماتش دوت هيبقى الكامباك بتاع ليفربول. لسه كنت هقولها صدقني، لسه كنت هقولها. ده الماتش ده ممكن يبقى اللي هو ايه بقى اللي يبتدي الكامباك، اللي هو اللي احنا هنرجع يا ده. بص هو حاجه من الحاجتين، يا هيبتدي الكامباك يا هنخسر بتاع 7-0 او 10-0 وارن سلوت يمشي. ماشي نتقابل لما تانية بعد الماتش ان شاء الله. اتكلم ان شاء الله. ماشي بس كده يا معلمين، ودي كانت حلقة النهاردة. بنشكر راجي على ان هو جه النهاردة وكلمنا كلام على ريال مدريد بقالنا كتير ما سمعناهوش، ونشوفكم في الحلقة الجاية. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يا معلمين لو عجبتكم الحلقة، والسلام.